السيدة الرئيسة، السيدة القائدة، الحضور الكريم. حقيقة اليوم قبل ما تدخل راجعت هذه اللائحة ديال الدعم ديال الجمعيات، وبالمناسبة كنشكر السيدة الرئيسة وكنشكر السيد رئيس اللجنة ديال المالية والإخوان الأطر كلهم اللي كانوا معاه، والسيدة الرئيسة ديال الشؤون الثقافية هي على الحس ديالهم كلهم وعلى الاهتمام ديالهم بالنسبة للرياضة. ملي كنتكلموا على الرياضة كنعتبروها قاطرة ديال التنمية، وملي كنعتبروها قاطرة ديال التنمية إذن مدينة سطات اليوم في حاجة ماسة للتنمية في الميدان ديال الرياضة. وملي كنهضروا على الرياضة ما كنقتصروهاش وكنحصروها في واحد النوع ديال الرياضة معين، يعني كنتكلموا بصفة عامة على مختلف الأنواع الرياضية اللي كيمارسوها الممارسين الرياضيين في مختلف يعني الأنواع وعلى مختلف البنيات الرياضية. اليوم الإخوان الجماعة ديال سطات بذلت مجهود بالميزانية اللي عندها، حاولت ما أمكن أنها ترفع من القيمة ديالها، ولكن الميزانية اللي كاينة وضعتها مقاييس ووضعتها معايير اللي أعتقد أنها كانت منصفة، ما نقصت لشي حد، ما عطاش لشي حد، ما دخلش في شي مزايدات. يعني كان هاد المبلغ وهاد الميزانية هذه تقسمت بالطريقة اللي كان عليها تقسم. ولكن الإخوان نهضروا في الواقع المعاش ديال الرياضة في مدينة سطات، ونهضروا بكل تجرد، ونهضروا نقولوا بأن مدينة سطات كانت سباقة واحد مجموعة ديال الأنواع الرياضية وكان يضرب بها المثال وكان. أعتقد الإخوان اليوم حان الوقت باش الإنسان يستفد من هذه المنح الرياضية. أعتقد أن مدينة سطات جوج ديال النقاط. النقطة الأولى خاص الإدماج ديال مجموعة ديال الأنواع الرياضية في نوع واحد باش ما تشتتش هذه الميزانية اللي كاينة، وخاص يكون تنازلات من الإخوان كلهم، أنه ما يقولش أنا اللي درت ولا أنا اللي غندير. الناس عندها كفاءات وكاين كفاءات وكاينة في مدينة سطات. لا يعقل الهيمنة والسيطرة، راه لا يمكن. إلا كان هاد الإخوان باقيين متشبتين بهذه الفكرة، يعني هاد الشيء كاع اللي كدير الجماعة يمكن راه غير كتغمر في براسها. الإخوان الله يجازيكم بخير. النقطة الثانية، إلا كنا فعلا بغينا ننميو المشاريع الرياضية في مدينة سطات، خصنا نمشيو نديرو القانون الإجاري به العمل على مختلف يعني فهمتي العمالات والأقاليم ديال المغرب. خاصنا نديرو مكاتب مديرية ولا نديرو شركات رياضية اللي غتدمج واحد المجموعة واللي غيعرف شكون هو اللي غتحاسب معاه. انا نعطيك منحه، هذيك المنحه انت غتشوف البرنامج السنوي ديالك في واحد لو كادر اللي هو جوريديك وغتحاسب معاك، وانت بنفسك غتكون طواق انك تخدم وتعمل وتكون في المستوى. اما ملي كتكون جمعيه منفرده ونعطيها الدعم وما نحاسبهاش وما ديرش نتيجه، ماشي نحاسبها بالمفهوم ديال المحاسبه، ما غادي ديرش نتيجه. واش انا غنعطيك مثلا دعم لعمل ونسميه مشروع رياضي وهو ماشي مشروع رياضي؟ واش انا التسيير ديال الجمعيه غنعطيه باش يسير؟ كونوا منطقيين الاخوان. اليوم الجماعه والسيده الرئيسه والاخوان كلهم اللي نكبوا على هذا العمل كنشكروهم، ولكن المستقبل ديال مدينه سطات راه ما يمكنش يبقى غادي بهذه الطريقه هذه، وما يمكنش ان الرياضه تحصل جمعيات منفرده. خاص اما مكاتب مديريه او لا شركات رياضيه او لا ديزاجونس اللي يقدروا ينميوا الرياضه ويجيبوا الموارد. السيده الرئيسه توتالور قالت لكم بانه كنا حنا نقولوا نزيدوا في الميزانيه. منين غنزيدوا فيها؟ هاد الناس اللي غياخذوا هذه الميزانيه هذا عندهم دعم اخر من الوزاره، من سميتهم الجامعات الرياضيه ديالهم. ما يمكنش كل سنه مبلغ محترم يوزع ويفرق على واحد المجموعه ديال الجمعيات وتبقى النتيجه هي ونفس الوجوه هي. الاخوان راه التنميه ديال الرياضه راهينه معايير قانونيه اللي يمكن انها تزيد لقدام. وشكرا للجميع.